السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حضرات؟ عاملين ايه؟ مع حضراتكم فيديو جديد من قناتكم لفة في مصر. احنا دلوقتي هنا على طريق السويس، وكنت حابب ان اوري لحضراتكم شكل الطريق بالليل، وفي نفس الوقت الاضاءة. احنا دلوقتي في اتجاهنا مباشرة للقاهرة. الطريق بعد التوسيع وبعد التخطيط اتطور بقى بشكل ممتاز. دلوقتي هنا يا جماعة لو احنا عايزين نطلع على طريق مصر اسماعيلية، الطريق الدائري الأوسطي، الدائري الأوسطي ده اللي احنا بنعدي من تحتيه دلوقتي. الدائري الأوسطي ده لو هنطلعه شمال هيودينا للعاصمة الإدارية، وبعد العاصمة الإدارية ياخدنا لحد حلوان وأكتوبر، وجميل جدا. ولو حابين نطلع على الرحاب القاهرة على طول مباشرة من طريق السويس. بيقابلنا بعد كده يا حضرات بوابات الطريق. وده شكل البوابات من على طريق السويس. وبعد ما بنعدي البوابات دلوقتي، لو احنا الرحاب 9 كيلو، مدينتي، الشروق، اماكن كتير قوي. يعني الطريق بياخدنا لحد مصر الجديدة وسيتي مول الماظة. وده شكل الطريق بعد التطوير. انا كنت حابب ان اوريكم طريق السويس وجمال الطريق. طبعا شايفين عمدان النور دي بقت على جانب الطريق كده طول طريق السويس. وهنا يا حضرات لو انا عايز اطلع على الرحاب والقاهرة الجديدة والدائري، الشروق، العاصمة الإدارية، الكلام ده كله اقدر اتحرك بيه من هنا. الطلعة دي بتلففني هنا وبترجعني تاني يمين كده الشروق، شمال مدينتي، الرحاب على طول مباشرة. انا كنت حابب ان اوري لحضراتكم طريق السويس بعد التطوير بقى حاجة ممتازة جدا، والاضاءة هايلة طول الطريق. الطريق بقى عليه رادارات، السرعة 120. ومن هنا يا حضرات بيقابلنا طلعة الدائري والتجمع الأول، المطار، الرحاب، الكلام ده كله. بناخد الحارة الجانبية اليمين عشان بنطلع الكوبري وبنستلم الطريق وبنخش شمال على طول كده مباشرة. بنكمل على مصر الجديدة. الطرق لما فتحت في بلدنا انا بتحرك في كل مكان في البلد، في تطوير وجمال بجد في كل حتة. واللي بسطني بجد ان انا لما بتحرك او لما بروح مكان جديد بلاقيه ان هو بغض النظر عن ان هو اتطور او ان هو الطرق اتحسنت، لا، في جودة، في حلاوة، في مناظر جميلة، في يعني باين بجد قد ايه الطريق مخدوم، الطريق قد ايه مصروف عليه، في نفس الوقت المكان كله في حتت كتير جدا. طريق زي ده، الطريق ده بص شايفين يا جماعة انا ماشي على الطريق بكل سهولة، وطريق ثابت، الطريق جميل، اضاءة، يعني حاجة محترمة. احنا دلوقتي في طريق السويس في اتجاهنا مباشرة للقاهرة. الطريق بياخدنا لمصر الجديدة، ولو احنا حابين نتحرك على اماكن كتير زي شيراتون، المطار، التجمع، مدينتي، الرحاب، الشروق، بدر، الكلام ده كله، بنقدر بقى اخر الطريق
بياخدنا لحد مصر الجديدة. حابين نطلع الدائري الأوسطي، الدائري الإقليمي، الدائري العادي بتاع القاهرة. فكل الكلام ده مربوط بطريق السويس، من الطرق المهمة والرئيسية اللي في البلد عندنا. زي ما حضراتكم شايفين كده ومتابعين معايا في الفيديو. جمال بص الإضاءة طول الطريق لحد القاهرة، فحاجة جميلة جدا بصراحة. بلدنا بتحلو وبقت جميلة، والإضاءات الليلية بالليل في الطرق حلتها أكتر وأكتر. ليها جو بالنهار وليها جو بالليل. في يافط بص بجانب الطريق طول ما احنا ماشيين، بيقول لحضراتكم مطار القاهرة مصر الجديدة يمين، الطريق الدائري مطار القاهرة يمين كمان 500 متر، كمان 300 متر الدائري مطار القاهرة، مطار القاهرة مساكن شيراتون. وبعد كده يروح مقابلنا على طول بعد منها الداخلة. لا اليافط الإرشادية بجد ممتازة جدا على الطريق. أتمنى إن البلد كلها تكون كده. مطار القاهرة التجمع الخامس المعادي يمين، مصر الجديدة على طول. طرق اليافط مبينة كل حاجة مع الإضاءة، مع السرعة 120 بيذكرك برضك. طريق للنقل على اليمين في طريق الخدمات. هنا لو الدخلة دي اتدخلنا على طريق مصر الصحراوي، اسماعيلية الصحراوي. شكل بنزيمة شيل اوت وماكدونالدز. طريق السويس بالليل يا جماعة، يافط واعلانات جميلة جدا، دعاية على جانبي الطريق كله. كاتب لك السرعة القانونية 100 اول ما بتخش وتقرب من البلد 100. يافط ارشادية بيقول لك طريق العروبة روكسي مصر الجديدة. لو حابين نطلع على شارع الصعقة مساكن شيراتون يمين، مدينة نصر كده يمين على طول كده مباشرة. بنكمل مع حضراتكم لمصر الجديدة، وهنشوف مع بعض لحد ما نوصل للقاهرة بإذن الله. احنا دلوقتي في القاهرة لحد ما نوصل بقى ايه لنهاية طريق السويس ان شاء الله. بص الكوبري ده اتعمل جديد، بياخدنا بالطريق شمال، بيدخلنا ناحية كومباوند جاردينيا ولو حابين نطلع على شارع الميثاق، تاج السلطان على طول كده. بنكمل مع حضراتكم لحد ما هنوصل ويعدينا عند سيتي مول الماظة. وكوبري 4.5 وشارع الصعقة. لو هوريكم ازاي تخشوا على طريق السويس. بصوا هنا في لوكيشن فتح، مكان اسمه لوكيشن. ده مخرج شارع الصعقة ومستشفى الكهرباء، وده كوبري 4.5. من على اليمين كده حضرات لو حابين تخشوا على شارع الصعقة اللي بيودينا على نادي وادي دجلة، شيراتون المطار، مطار القاهرة، بيودينا على صلاح سالم كده على طول. احنا فوق كوبري 4.5. جمال منظر الطيارة وهي نازلة.
دلوقتي على يميننا هنا كده مستشفى الوطني للعيون، وبعد منها مستشفى الكهرباء. بلدنا حلوة وجميلة جدا، وبتحلو أكتر وأكتر، وإن شاء الله هتكون أفضل وأحلى بلاد العالم كلها. بعد كده حضرات بيقابلنا الكوبري المشاة بتاع سيتي مول ألماظة، وده شكل سيتي مول ألماظة يا حضرات. كارفور، دخلت مدينة نصر. احنا كده مكملين مع حضراتكم. الطريق بياخدنا مباشرة اتجاه إجباري. عند مسلم. واحنا كده يا حضرات داخلين على مستشفى الطيران في ألماظة. انا بعتذر على بص، هنا المنطقة اتطورت بالكامل، بقى شكلها تحفة جدا. المنطقة بقت جميلة جدا يا حضرات. دار القوات الجوية اليافطة. احنا كده وصلنا وبننتهي مع حضراتكم الفيديو، واتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم، واشوف وش حضراتكم في فيديو جديد من قناتكم لفة في مصر. احنا دلوقتي في منطقة مصر الجديدة، على طول كده مباشرة المرغني وقصر الاتحادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.